السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ليه أبو تريكة ما تكلمش لحد دلوقتي عن الأزمة بتاعت أحمد رفعت؟ الناس كتير بتسأل وفي منشورات كتير قابلتني على منصات التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو تويتر. طيب هو توضيح سريع كده برضو عشان خاطر إيه عشان الناس يعني ما تتزايدش بالموضوع أو تستغل وفاة المرحوم الله يرحمه ويحسن إليه علشان خاطر تصفي حسابات مع أشخاص. بعض الناس اللي هم بيحسبوا نفسهم على النظام، يعني بيحسبوا نفسهم ان هم مواليين للنظام او مواليين للسلطة في مصر. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احنا شفنا ابو تريكة لما حصل كذا في غزة، امتنع عن استكمال وتحليل احدى المباريات في الدوري الانجليزي، وان هو ساعتها كان زعلان وكان حزين وكان كذا وكان كذا. ولما اتوفى احمد رفعت الله يرحمه ما تكلمش عنه ولا جاب سيرته ولا عامل اي حاجة خالص، وان هو بيدعي البطولة في استوديوهات بي ان سبورت. واحب اقول لهم حاجة معينة بس يعني بسيطة كده. ده واحد يعني محكوم عليه في قضية سياسية، محكوم عليه في قضية سياسية، وقضية احمد رفعت خدت طابع الرأي العام وخدت طابع كبير جدا 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 في الوسط المصري. فشخص زي ده عليه احكام سياسيه او ما شابه، فان هو لما يجي يتكلم في موضوع زي ده، حضراتكم يا اللي بتحسبوا نفسكم محسوبين على السلطه والنظام وخايفين على البلد مش هتسيبوه، لا ده انتوا هتستغلوه وتقولوا ان هو بيستغل برضه وفاه اللاعب علشان خاطر يعمل بلبله وازمه هو كمان. فانتوا كده كده مش هتسيبوه، يعني انتوا لا في الخير ولا في الشر هتسيبوه، فسيبوه في حاله. يعني هو الراجل حتى نزل على انستجرام عنده منشور او ستوري يعني، اترحم فيه على احمد رفعت الله يرحمه. فطبعا يعني انتوا بتزايدوا على حاجه وبتهروا في المهري، بدل مثلا ما تتكلموا عن الجناه الحقيقيين اللي هم اساميهم اتذكرت في البرامج الاعلاميه واللي اتورطوا كمان في القضيه. سايبينهم وبتدوروا على ابو تريكة كتب ولا ما كتبش، اتكلم ولا ما اتكلمش، علشان خاطر بس تصفوا حسابات وتظهروا للرأي العام انكم يعني ايه حماة الوطن. تمام؟ فانتوا ما تجوش تلعبوا في حاجة انتوا هتخسروا فيها. ابو تريكة كلاعب كرة قدم هو معشوق الجماهير المصرية كلها، سواء اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحداوي مصراوي، كل الفرق وكل المصريين بتحب ابو تريكة لاعب كرة قدم. اما بالنسبة للشأن السياسي فده محدش له دخل بيه، هو الموضوع دلوقتي في امر القضاء، والقضاء مفيش اي تعليق عليه ولا في اي كلام عليه خالص يتقال. فانتوا ما تزايدوش على ابو تريكة في حاجة زي دي، لان حتى الموضوع اصبح قضية رأي عام وممكن ياخد طابع سياسي بعد كده، والقضية ممكن تكبر. لسه القضية دلوقتي محل تحقيق في وزارة الشباب والرياضة، وبعد ما تنتهي التحقيقات في وزارة الشباب والرياضة الموضوع ممكن يتجه لتحقيقات في هيئات عليا زي النيابة العامة والقضاء ووزارة العدل وما شابه. تمام؟ فانتوا حضراتكم يعني الله يكرمكم، يعني ان كنتوا هتقولوا كلمة حلوة ماشي، مش هتقولوا كلمة حلوة يبقى تسكتوا وما تجيبوش سيرة اي حد في الموضوع اصلا، علشان خاطر هو الموضوع لحد دلوقتي محل تحقيق. تمام؟ فابو تريكة ملوش علاقة باللي بيحصل. ابو تريكة ملوش علاقة باللي بيحصل. هو الراجل اتوجع كتير، بداية من اللي حصل في استاد بورسعيد، 74 ضحية عليهم رحمة الله هم كمان. فطبعا يعني الراجل مش مستنى حد ان هو يزايد عليه ولا مستنى حد ان هو يتكلم، لا الراجل اترحم على احمد رفعت ودعا لاهله ولاسرته بالصبر والسلوان. فطبعا انتوا طبعا حضراتكم مستنيين ان هو يطلع يتكلم ويطلع يجيب سيرة اشخاص او مؤسسات او كذا او كذا، زي الاعلاميين اللي هم محسوبين على الجماعات الاخوانية، سواء كانوا اللي بيطلعوا على قناة مكملين او بيطلعوا على غيرها من القنوات. طبعا فانتوا كنتم مستنيين حاجة زي دي عشان خاطر تصطادوا في المياه العكر، ولكن ده طبعا ما حصلش. الراجل بيحترم مصر وبيحب مصر وبيحب كل المصريين اكتر من نفسه، ويتمنى ان هو يرجع بلده من الصبح ويخدم بلده. فقصة ازمته دي في القضاء.
قصه بقى ان هو دعا لاحمد رفعت ما دعاش، حضراتكم ممكن ترنوا عليه وتسالوه، قولوا له يا كابتن ابو تريكه حضرتك اترحمت على احمد ولا لا؟ قرات له الفاتحه ولا لا؟ ليه ما اتكلمتش عنه؟ حضراتكم تقدروا تتكلموا في الحته دي. لكن طبعا في ناس بتبقى واخداهم جلاله الموقف وعظمه الموقف اللي احنا فيه، وبيستغلوه اي استغلال علشان خاطر يعني ايه، يقول لك دول حماة الوطن وهم دول اللي بيحافظوا على الدوله. لا، حضراتكم كده عاملين زي العصافير اللي بتقاقي ومحدش سامعها. فابو تريكه يعني مش مستني حضراتكم ان انتوا تتكلموا عليه، لان احنا كل المصريين بنحترمه وبنحبه وبنعشقه كلاعب كره قدم. فعمرنا ما هنخلي موقف زي ده ان هو يأثر في حبنا لأبو تريكة. بشكر حضراتكم. ده كان توضيح سريع كده علشان خاطر الناس اللي هي بتتكلم عن أبو تريكة. السلام عليكم.